انا علشان بقى خاطر احمي نفسي من السيناريوهات دي اعمل ايه؟ انا الممول بتاع الاهلي بالنسبه لي في اول مرحلتين لعب هو لاعب واحد، مروان عطيه، وهو اهم لاعب في الاهلي. ماشي؟ مروان عطيه هو اكتر لعيب بيلعب بشكل كويس في عمليه التحولات. هو بياخد الكوره بدون ما بيفكر، بيعمل اللونج باص على طرف من الطرفين ويسيب الجناح بقى ايه يتعامل بخيال مع الباك اللي قصاده. ماشي؟ يبقى ده نفس الكلمتين دولت انا قلتهم من سنه فاتوا قبل السوبر الافريقي. لا زاد قلم ولا قل قلم. بس انا وقتها قلت ايه؟ قلت ان 50% من قوه الاهلي في اول مرحلتين لعب مروان عطيه، وقلت 25% يجي رامي ربيعه، بس ما فيش رامي ربيعه دلوقتي. فممكن نحط مثلا ياسين مرعي بما انه هو اكتر حد قريب يعني. ماشي؟ فمروان عطيه لو وصل الكوره لتريزيجيه انت في خطر. بص يا صاحبي، الكوره في رجل تريزيجيه انت في خطر، الكوره في رجل بن شرقي انت في خطر، الكوره في رجل طاهر او زيزو او ايا كان مين اللي هيلعب ناحيه اليمين انت في خطر، الكوره في رجل حسين الشحات انت في خطر. ماشي؟ دول كلهم مصادر خطوره الاهلي. وكده كده العيال دي مميزه في انه واحد على واحد مميز، بيشوط من اي حته، بيباصي، بيمرر، المدرب مديله حريه الابداع. يعني انطلقوا يا شباب، انطلقوا، هي دي خطه عماد النحاس، انطلقوا يا رجال. ماشي؟ طيب انا علشان بقى الكوره ما تروحش لتريزيجيه وما تروحش لبن شرقي وما تروحش لحسين وما تروحش لطاهر وما تروحش ايه العمل؟ العمل ان انا اشوف مين اللي بيمول الناس دي واضايقهم. يعني كان مروان عطيه ممول اساسي لهجمات الاهلي لازم اضايقه، وكان ياسين مرعي او ياسر ابراهيم او ايا كان اي حد فيهم مميز في موضوع ان هو بيشتغل على اللونج بول دي، لا لازم اضغط عليه بلعيب واثنين. تمام؟ يبقى اذا انا محتاج الضغط بتاعي يبدا من الخط الامامي. ضغط بيسموه ضغط وقائي، نفس فكره الضغط العكسي. يعني انا مش هضغط عالي، يعني انا ايه؟ انا عايز الناس تركز معايا، يعني انا مش هاخد فرقه الزمالك كلها واروح اضغط بيها، لا ده مش لعبنا، ده مش اسلوبنا. تمام؟ لكن هعمل ايه؟ اقدر اعمل حاجه اسمها ضغط عكسي. يعني عدي الدباغ يمسك له مساك يقعد يضايق فيه ويقفل عليه زوايا تمرير لحد ما يمرر بشكل غلط او يغلط فيقطع منه كوره ويسجل هدف زي ما شفنا عدي بيعملها على طول. ماشي؟ ناصر ماهر يمسك المساك الثاني اللي هو الرقم 10 بتاعنا، الجناحين مع الباكين. تمام؟ احنا مش هنضغط عليهم، يعني الكوره في رجلهم مش هروح اعمل معاهم التحام واخد منه كوره، لا انا هضايقه، انا هقفل له زوايا تمرير، هخليه يضطر ان هو يلجا لحلول هو مش متعود عليها، اخليه يباصي وهو مش مرتاح، اخليه يعمل بالونه، اخليه يغلط، اخليه كره تقطع منه. ده المفهوم بتاع الضغط العكسي او التامين الوقائي. هتلاقيك بتسمع المصطلحات دي كتير وانت ما بتبقاش مجمع يعني. ماشي؟ ده فيما يخص اول مرحله لعب. ثاني مرحله لعب بقى مروان انا قلت لك 50% من الحلول، لا ده مروان ده لازم رقابه رجل لرجل، مان تو مان. يعني لازم لعيب في الزمالك ياخده ويطلعوا بره الماتش. تمام؟ ده اللي كان جوميز بيعمله، كان دايما يرمي عليه ناصر ماهر، وناصر ماهر كان بصراحه الماتشات بتاعت الاهلي دي كل ماتشات قدامها حلو معانا بصراحه، يعني كنت تلاقيه خد مروان عطيه ده وطلعوا بره الملعب. يعني فضل يستفز فيه ويعمل فيه لحد ما كولر طلعه في الشوط الثاني في ماتش السوبر الافريقي، وكنت مستغرب هو ازاي مروان عطيه يطلع، ده اهم ممول ليهم في الهجمات. هم بعد ما مروان طلع تقريبا الماتش كان خلص بالنسبه للاهلي، لانه طلع بعدها حسين الشحات وطلع امام عاشور وطلع. طيب دي حلول الزمالك والكوره مع الاهلي. هضغط ازاي في الثلث الاولاني، هحرمه ازاي من الثلث الاوسط. الثلث الاول بتاعنا بقى اللي هو الثلث الاخير بتاع الاهلي، لازم عمليه البيلد اب تكون بالمسطره، مفيش رفاهيه في الموضوع ده. ماشي؟ يعني اوسوريو كان بيلعب بيلد اب، اوسوريو فاكرين الراجل الكولومبي كان بيلعب بيلد اب، بس كان بيلعب بيلد اب على مين؟ كان بيطلع بمحمد صبحي، كان بيطلع على حاتم سكر، وكان بيطلع على مش عارف عمرو السيسي بايني وفتوح، كان بيلعب 6 وفرقه كده حنكيشي، يعني كانت فرقه حنكيشي خالص. الاهلي من اول دقيقه حط فيه الجول بتاع حسين الشحات، تمريره غلط من صبحي لحاتم سكر، حسين الشحات قطع الكوره وحطها في الضيقه في السوق في الدقيقه 1.5 تقريبا.
جاب فيك اول هدف، بعدها بشويه الهدف الثاني غلطه برده من فتوح على الدايره، وبعدها الهدف الثالث شبه الثاني، يعني الهدف الثاني تقريبا تسديده من معلول من نص الملعب، والهدف الثالث تقريبا نفس القصه، حسين الشحات تسديده من نص الملعب. وبرده خرجت الشوط الاولاني 3-0، وجيت الشوط الثاني جالك ضربه جزاء بتاعت زيزو، وهم فنشوا الهدف الرابع، اعتقد كان محمد شريف او كهربا حاجه زي كده. ماشي. فعمليه البيلد اب مش رفاهيه. واحد يجي يقول لي يا حليم، يا حليم ده احنا احسن فرقه في الدوري بتعمل بيلد اب، انت خايف من ايه؟ لا انا خايف، انا خايف يا صاحبي، انا خايف. انا خايف لسببين، سبب يخص الاهلي وسبب يخصنا احنا. اولا الاهلي هيبقى شرس جدا في الضغط عليك في البيلد اب. ماشي. هيبقى، ما انا بقول لك هو ده الخط اللي هو مميز فيه، فهو لو ما قدمش 200% من مستواه في الخط ده هو مش هيقدم حاجه. ماشي. فلا الاهلي هيبقى شرس جدا في الضغط، ولا تقول لي بقى المصري ولا الهبل ده. الاهلي فريق شرس، والاهلي كمان الدفعه المعنويه بقى، يلا وفي الثالثه شمال ومش عارف ايه، اللعيب بيسخن وبيهجم. تمام. عكس مثلا الزمالك بقى بيدور على الهدوء، ما هو بيلد اب يعني هدوء، يعني اعصاب هاديه، يعني في ثلاجه. ما انت ياما شفت تمريرات لصبحي وقعت قلبك، ياما في تمريرات لاسماعيل، محمد اسماعيل وقعت قلبك. تمام. ده المطلوب، ان انا ابقى هادي، ان انا ما اتفاعلش مع الجمهور، ان انا ما استجبش لضغط الاهلي، ما كشش، ما خافش، ايه ده الاهلي ضاغط، لا لا، لم الرجاله وكسكسوا ورا شويه. لا، لو انت اندفنت تحت الضغط مش هتطلع منه، لو تنيتك مدفون تحت الضغط مش هتطلع. لا، لازم تجاهد، ولازم تركز وتطلع صح. انت لما اتحطيت تحت ضغط دجله ما كنتش كويس، بس خلينا نقول مثلا الضغط ده كان مفاجئ، واصل احنا ما كانش عندنا رقم 6 وكنا بنلاعب سيف جعفر، ماشي هشتريها منك. ماشي. وبعدين استجبت لضغط الجونه في اخر الدقائق، وطلعنا برضو قلنا اصل الرقم 6 خرج، اصل مش عارف ايه، اصل فتوح، اصل حسام عبد المجيد. يا عم ماتش الجونه خلص، بس الماتش ده انت لو ما طلعتش ببيلد اب سليم انت هتشيل سكور. انا مش بخوفك يا صاحبي ولا بمهد لك خساره ولا حاجه، انا كل اللي انا بقوله لحضرتك لو سمحت تطلع بالكوره بشكل سليم، لو سمحت تطلع بالكوره بشكل سليم. الماتش احنا خططيا واحنا مركزين، واحنا بنلعب بتشكيله افضل منهم، وخطه لعبنا افضل، ومنظمين في الملعب. كل الكلام ده يروح بسبب غلطه مدافع، بسبب تمريره غلط، بسبب باصه غلط. فهو ماتش محتاج تركيز. انت معاك الخطه اللي تكسبك، ومعاك اسلوب اللعب اللي انت متمرس عليه، ومعاك، بس هو الموضوع كله هنا بالنسبه للعيبه الخطا غير وارد، الخطا غير مسموح. انا اتخيل ان الاهلي هيقدم اول نص ساعه ديت شراسه منقطعه النظير، يعني هتبقى اصعب وقت على الزمالك. الاهلي لو عدى عليه شويه وقت وما سجلش هيبتدي ييأس، وهيبتدي يخاف من تحولات الزمالك عليه. لكن في الاول الاهلي هيبقى مقطع بطاقته. فانا بالنسبه لي اول ربع ساعه، اول ثلث ساعه دي الامان ثم الامان، ما عنديش اختيارات تانية. بعد يقول يعني احنا بقى ندافع اول ثلث ساعه بقى ونستسلم للضغط بتاعهم، لا، ادور ان انا اضربه في ظهره، كونتر اتاك، اشتغل عليه تحولات. تمام. طب هل الزمالك بقى لو طلع من ضغط الاهلي هيبقى عامل ازاي؟ بص يا باشا، لو طلعت من ضغط الاهلي الخير جالك. يعني اول لما الكوره تلاقيها في رجل عبد الله السعيد خد نفس كده، اول لما تلاقي الكوره في رجل ناصر ماهر خد نفس، اول لما تلاقي الكوره في رجل بزيره خد نفس، اول لما تلاقي الكوره في رجل ادم كايد خد نفس. ماشي. بس الناس ديت بقى تعمل شغلها، مش الكوره تجري في رجل ناصر ماهر واطمن وبعد ثواني الاقيه فقدها. تمام. بعد ما الاقي كرة في رجل ادم كايد واطمن الاقيه فقدها. انا عاوز اشوف بقى سيطره، انا عايز اشوف ادم كايد مسيطر في الملعب جنب عبد الله، جنب ناصر. مستني اشوف مروان عطيه محروم من الكوره، مش عارفه توصل له الكوره. ده اللي انا مستني اشوفه، مستني اشوف نقلات في تمريرات في كذا، اضايقه، ازهقه، اغلطه، اخليه يعمل فاول، اخليه يضرب، اخليه يرتكب خطأ من مكان صعب، اخليه يعمل كل الكلام ده، اخليه يغلط، اخليه يمرر غلط.
اخليه تمام. فاذا الموضوع متوقف على الحاله الفنيه بتاع يوم الماتش، لكن هي قصه مش احنا على الورق احسن منهم ننزل نكسبهم. لا يا معلم، لا، انسى الكلام ده. اللي بيأدي في الملعب هو اللي بيكسب. هو ممكن يبقى عنده نقطه واحده مميزه اللي هي بتاعت الضغط دي، بس هو لو استثمر فيها يغلبك يدقك. لا، هو الاهلي فعلا لو ضغطك وجاب جول مبكر العمليه هتفتح. خلي بالك انت، اللي كان بيرحمك من السيناريو ده ان هو ما كانش بيسجل في اول ربع ساعه، في اول نص ساعه. لو عدت اول نص ساعه اول شوط خلاص توقع ان الاهلي مش هيقدم نفس الضغط اللي بيعمله. فانت الحل ان انت تطلع بشكل صح في اول مرحله لعب. شفت بيراميدز؟ ده بيراميدز لودهم يا اخي، نشف رقهم والكره تروح اسامه جلال يديها لمحمد سامي، ومحمد سامي يديها يرجعها للشناوي، والشناوي يديها مش عارف ايه، ولا كأن الاهلي ضاغط، ولا كأن الاهلي هيقطع الكره في اي لحظه ممكن يجيب في الجون يهبل. لا، انا هجيب في الجون، لا، انا هبني براحتي. كتر ما انت بتطلع بيلد اب وهو ضغطك هو بيتحطم. ما عندناش عقليه الاوروبيين ان انا بلعب جيم ضغط فانا تاني ضغط طول الماتش لحد ما، لا، هو يضغط 10 دقائق، ربع ساعه، ثلث ساعه، نص ساعه، هوب الكيرف هتلاقيه في هبوط. كل ده مرتبط بقدرتك على البناء. فخلاصة القول ان القصه روح وحماس ومعنويات وحاله نفسيه وحاله معنويه.